السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة أسرار وحقائق. واليوم حلقتنا بتحكي عن أفضل خلطة بهارات قدمتها سابقا وحكيت لكم عنه، ولكن الأجدب ما أتعلم من الفيديو اللي حكيته أنا. ما بيهمني أنك تجيب لي مجموعة من البهارات وقدمها للطائر وأعرف. ما بتروح على عمو جوجل اللي عم تحكي عليه، روح لعند عمو جوجل بيقول لك شو هي النسب الغذائية. روح عمو جوجل بيقول لك أنا ليش طالع عندي معناتها على اليوتيوب، أنا ليش طالع على اليوتيوب، انا ليش طالع اقدم محتوى. اذا بتروح على عمو جوجل، اذا متابعينك متعودين على عمو جوجل فهي مشكلتك انت متابعينك. تمام؟ نحن هون بدون عمو جوجل نعطي معلومه وجوجل بيتعلم منا. تمام يا طيب. بياع البهارات طلعنا بفيديو اليوم وحكى فيه عن خلطة بهارات مقدمة للطائر، وبضمن هاي الخلطة في أغلاط كتير. معلش حتى متابعينك اللي عم يتابعوني بدي أعلمكم عشان تستفيدوا. صديقي العزيز، نحن اليوم بموسم إنتاج، نحن اليوم حاليا بموسم إنتاج. عملت لنا الخلطة، ما قلت ايمتى بقدمها، ما قلت لشو بقدمها، ما قلت الدواعي لتقديمها، ما قلت لي كم مرة بقدمها. حبيبي في شيء اسمه تصنيف، أنا علمتك إياه لما حكيت معك، علمتك إياه لتصنيف الفيديو. تمام؟ علمتك كيف بتصنف الفيديو، وعلمتك كيف طريقة تقديم الفيديو، وهذا كان غلطي. اللي خليك على ايام تصور العصافير تقرب نص ساعه وبعدين تطلع تحكي لي دقيقتين وترجع تصور العصافير نص ساعه. المتابع جاي لهون مو محبه فيك، جاي لعندي مشان ياخذ معلومه، مو جاي يقعد حط لي غنيه وتسمعني اياها. طيب يا متابعي يا صديقي يا حبيبي، اليوم انا بموسم انتاج. كثرة التخبيص القضاء على موسم الانتاج، كثرة التخبيص ضرر في الانتاج. اليوم لما انا بدي اجيب لك خلطة بهارات مكلفة او مكونة من الشيح، والشيح يعتبر معالج ومهيج جنسي. زيت الزعتر الاخضر يعتبر معالج ومهيج جنسي للطيور. القرنفل يعتبر معالج ومهيج جنسي للطيور بالاثبات تبع عمك جوجل. روح على عمك جوجل شوف، اقرا عنه قدام ما تقدم معلومه، روح اقراها. معلش استعين بجوجل، اقراها تعلمها. انا اللي بتعلمه من جوجل انا نسيانه. هي المواد الطبيعيه بشكل كامل عند الطيور حتى لو كانت بذور تعمل على تحفيز الطائر من اجل التزاوج. هي خذها قناعه، خذها قناعه، فضلا عن انها معالجه لبعض الامراض. واكبر دليل كل ما يقوم على تحفيز الدوره الدمويه للعمل بشكل صحيح يعمل محفز جنسي. لأنه عملية التحفيز الجنسي عند الإنسان أو عند الحيوان هي عملية تحريض للدورة الدموية ونشاط للدورة الدموية، فبصير في عندي تحريك جنسي. هاي معلومات أنا عم أقدم لك إياها وتستفيد، بتمنى تستفيد منها. طيب رحت أنا عملت خلطة البهارات من شركة البهاراتي وقدمتها لهذا الطائر، وزاد الطين بلة لما ضفت الفيرتيفيت. اذا الشركه انت اللي بتروح بتحكي معاهم وما بعرف شو جايب الراشيتا وانا بقرا الراشيتا، انت ما بتعرف كلمتين انجليزي، كلمتين انجليزي ما بتعرفهم. ريد فوكتور كلمتين انجليزي ما بتعرفهم، ساكن ببريطانيا صار لك فتره منيحه وكلمتين انجليزي ما بتعرف. الحمد لله هون بتركيا 6 شهور كنا عم نحكي لغتهم. طيب ما كاتب لك بالراشيتا انه ما بصير تعطيه الى ان تضع اول بيضه، بس لعند اول بيضه. وهذا الكلام مرفوض انا عندي قطعا. هاي الشركه المصنعه كلام مرفوض قطعا، لانه انا ما فيني احفز الطائر للتزاوج الى ان تضع الانثى البيض ويضل مستمر التحفيز عنده حتى تنتهي من البيض، الا اذا كنت بدي افصل ذكر عن الطير وزوجه لانثى ثانيه. اما اذا بدي اتركهم بالقفص التحفيز الجنسي للطائر غلط. غلط. اما بيكون في عنده ضعف تخصيب، يعني الذكر مع الأنثى لم يخصب البيض، أبدأ بتقديم المحفز مع وجود الذكر والأنثى الحاضن للبيض. أما في حال كان في تحفيز وكان البيض مخصب ممنوع قدم محفز جنسي للطائر. ممنوع قدم محفز جنسي للطائر. ليش؟ ما فينا نقدم محفزات جنسية للطيور وهي موجودة داخل الأقفاص وعندها بيض أو فراغ. النتائج رح تكون على الشكل التالي: ضرب الفراخ، ضرب الأنثى، كسر البيض، هجران القش. مو هيك؟ وقدمت لك حلقة عن عمك جوجل اللي عم تستعين منه، وراح اكتب له اياها لجوجل بلكي بيعلمك اياها، انه الاناث اللي بتكون حاضنه للبيض اذا قدمت لها فيتامين اي او مواد محفزه جنسيا
في سبب رئيسي لقيامها من على البيض وتحضير عنقود بيض جديد، وراح يصير في عندها خلل هرموني أو خلل جيني أو خلل بالأنثى نفسها في تكوين البيض. في بعض الإناث بتبيض بيضتين وبتقطع، وفي بعض الإناث بعد ما تخلص بيض ترجع بتبيض. السبب كثرة تقديم المهيجات الجنسية المساعدة على عملية تشكيل عنقود البيض، المكون هو بروتين وكالسيوم وإيثيريوم. فلذلك الأمر ربط تقديم المواد مع بعضها هي سبب في نجاحك في الإنتاج. قلت لكم هو عنده هوس انه يعتقدني بطريقه انه انا المعلم يابا، بدك تتعلم علي او تتعلم مني او تعلم على ابو النصر، علم عليه بعلم وعلم عليه بطريقه الناس تستفيد منها. مو تروح تجيب لي شويه، والله بجيب اي اصغر متابع عندي قل له روح جيب كركم جيب هدول اعمل لي خلطه، بيعمل لي خلطه. انا ما بدي اعمل خلطات، انا بدي اقدم شيء مفيد. واليوم راح اقدم لكم حلقه قدمت على قناه فن تربيه الطيور عن البروتين، قلت لكم مصادر البروتين منين بنجيبها. اليوم بدي اقدم لكم محفز جنسي للذكور اللي ما بتغرد، يعني اللي عنده ضعف في التغريد. مكونات 2 بسيطات موجوده في كل منزل وإلها طريقه في التقديم، والنتائج راح تكون سحريه. بالنسبه لموضوع تقديم الفيتامينات حكيت عنها بحلقه منفصله. بالنسبه لهذا اليوم اللي حكى عن موضوع خلطه البهارات، هاي الخلطه لا تقدم للطيور التي تكون لديها بيض أو فراخ. أنا قدمتها، أنا حطيتها لطيوري وقدمتها، لطيورك. خليها عند طيورك لنشوف 3-4 أيام الأخ، أو قدم لي إياها أسبوع كامل عند طيورك. كم مرة ما قدمها؟ ليش ما حكيت؟ إذا بدي أقدم هيك خلطة لطيوري أنا، وخصيصا الريد فاكتور اللي عم بتربيه أنت يا بني آدم، وضعت فيها المكونات هي الموجودة فيه، أتحداك تضل مستمر فيها مدة 45 يوم، وكل يوم تنعطى للآباء وللفراخ. أتحداك. نفس المكونات، الفيرتيفيت اللي حطيته وخلطة البهارات اللي حطيتها وزيت الخرفيش، هدول الثلاثة بتعطينا خلطة كل يوم تصوير طيورك كل يوم لمدة 45 يوم، لحتى يصير في عندك تغيير للون للآباء وللفراخ، وإلك علي إنك لك إنك معلم. بس ما بدي أشوف الآثار السلبية ما بدي أشوف يا شباب. تقديم أي خلطة للطائر بمعايير، تمام؟ بدي أقدم أنا للريد فاكتور لحتى أصبغ اللون، ما بصير أعطي محفز جنسي، بدي أعطي محفز للكبد. هلا بيطلع لي يقول زيت الخرفيش محفز للكبد. لا يا سيدي، مو محفز للكبد، لأنه زيت، والزيت ضرر للكبد. هاي خدها من عندي أنا، بعلمك إياها. أي شيء بيكون زيته محفز، تخلي محفز لعمل الكبد، زيت ما بصير محفز للكبد. بدك تعطي بذور، لأن كمية الزيت الموجودة عندك أنت من هاي البذور، هاي لما تخلي هذا من أصل الزيت، أوكي معك أنا. كل شيء عندك له أسئلة إلك عندي الجواب، تمام. هذا زيت خرفيش، يعني الخرفيش محفز للكبد، والفيرتيفيت والفيرسلاقة عملت لنا محفز للكبد من بذور الخرفيش. تعال لحتى يصنعوا معلقة من زيت الخرفيش بدهم يجوز كيلو أو كيلين من بذور الخرفيش ليطلعوا منها معلقة زيت. فهون في تكثيف للمادة. فأنا ما بدي المكثف تبع المادة، أنا بدي المادة اللي بتشتغل على تحفيز الكبد. فبذور الخرفيش محفز للكبد، ولكن الزيت لا. زيت السمسم فيه فيتامين إي وبيساعد على تكوين عنقود البيض. البذور لا، فيها فيتامين إي ولكن ليست كالزيت. بتمنى تكون وصلت المعلومة، وبتمنى تكون استفاد من كل هالفيديو، الكل استفاد من هذا الفيديو. وأي تعليق أو أي استفسار اكتب لي بالتعليقات بطريقة أدبية، لأني بعرف جماعتك عم تيجي لهون فاكرين حالهم أبو النصر بده يتضايق من الأسئلة وراح يحذف الأسئلة. لا، راح أخلي لك سؤالك وبطريقة أدبية. والدنيا رمضان وخلينا ضمن أجواء رمضان، وبعد رمضان لكل حادث حادث. وإلى هذا القدر نكتفي معكم بهذه الخلطة القوية الخارقة الحارقة المتفجرة. والسلام عليكم ورحمة الله